يا شباب، في الفيديو ده هنتكلم عن البلاير موفمنت وازاي لما ناخد انبوت من البلاير او لما يدوس على كي معين في الكيبورد وكده نقدر نحرك البلاير نخليه جامب وكده. تمام. فلو جينا بصينا هنا هنلاقي ان عندنا ده الاكس اكسس وده الواي اكسس. تمام. لما بنحب نحرك البلاير لو بصينا على ترانسفورم كومبوننت هنلاقي ان لما بنحركه على اكس اكسس البوزيشن بتاعه على الاكس بيتغير طبعا. فاحنا عشان نقدر ناخد الانبوت من اليوزر وكده هنكتب كود لما اليوزر مثلا يدوس على الليفت ارو او الرايت ارو اتحرك على الاكس اكسس بمقدار معين. تمام. فاحنا هنكريت سكريبت. تمام. سي شارب سكريبت وتسميه اسمه معبر طبعا. تمام. انا اوريدي عامل سكريبت يعني فهنفتح على طول. تمام. ده اسم السكريبت بينهرت من كلاس اسمه مونو بيهيفير. تمام. مونو بيهيفير ده بيز كلاس فيه فانكشنز مهمة كتيرة زي ستارت وابديت. تمام. ايه ستارت وايه ابديت؟ ستارت دي فانكشن بيحصل لها كولينج لما بندوس ران في يونيتي. اول ما بتدوس ران بيحصل كل الفانكشن دي مرة واحدة، عكس ابديت فانت لما بتدوس ران بيفضل يحصل لها كول افري فريم. فممكن نشوف الفرق ما بينهم. احنا زي ما قلنا هنا ده ترانسفورم كومبوننت. تمام. اول حاجه اهم حاجه بناخد السكريبت بنحطه على البلاير. فمثلا هنكتب ترانسفورم ده اللي هو الكومبوننت بتاعنا. بنأكسسه عشان ناخد فانكشن جواه. في كذا فانكشن زي روتيت دي المسؤوله ان احنا مثلا نخليه يلف او يدور. تمام. بس دي احنا مش محتاجينها عشان احنا عايزين نتحرك، فهنستخدم الفانكشن المسؤوله عن كده اسمها ترانزليت. هي دي بتاخد بوينتس. مثلا احنا مثلا عايزين نتحرك خطوة ناحية اليمين فهنكتب 1 0 0. تمام. اللي هو الواي اكسس والزد اكسس. نعمل سيف ونفتح يونيتي. تمام. هو نيجاتيف 10 فالمفروض يبقى نيجاتيف 9 لما يتحرك. تمام. بقى نيجاتيف 9. البوينتس دي ممكن نستبدلها ونكتب كده فيكتور رايت فيكتور تو دوت رايت اللي هو يتحرك خطوة برضه في اتجاه اليمين، ودي طريقة efficient اكتر يعني. تمام. برضه نفس الكلام. ممكن نجرب بقى الابديت. المفروض يفضل يتحرك عشان بيحصل كل الفانكشن دي every frame، فهيفضل يتحرك من غير ما يقف طبعا. تمام. طبعا ايه مش هيقف غير لما احنا ندوس ستوب. تمام. فده الفرق ما بين ستارت وابديت. طب برضو احنا لسه ما بناخدش انبوت من اليوزر وهو بيتحرك مع نفسه، فازاي نقدر بقى ناخد انبوت من اليوزر؟ فهنا هنستخدم حاجة في يونيتي اسمها input manager. تمام. احنا زي ما قلنا عايزين نتحرك على الهوريزونتال اكسس فبنفتحه. هناخد النيم بتاعه كده عشان هنحتاجه. نبص هنا بقى الليفت بيتحرك ناحية الليفت او الرايت بالليفت ارو والرايت ارو او الاي والدي. تمام. هنيجي هنا هنعمل variable اسمه variable للانبوت هوريزونتال يعني. الانبوت دي هناخد منها الاكسس. تمام. في فانكشن اسمها get access بتاخد string اسم الاكسس اللي احنا عايزين نتحرك عليه اللي هو ايه الهوريزونتال اكسس. تمام. وهنضربه هنا في الانبوت هوريزونتال بتاعنا اللي هو الفاريبل ده. تمام. ليه عملنا فلوت؟ نخش يونيتي وهفهمكم يعني. تمام. هو بيبقى يعني بيرجع لنا برقم. تمام. لما بندوس مثلا رايت او دي
بيبقى بواحد، تمام. ولما بندوس ليفت ارو او ايه بيبقى بنيجاتيف واحد. فلما طبعا احنا عارفين دي 1 يونت ناحية اليمين، فلو انا دوست رايت ارو فهتبقى القيمة دي بواحد، فنضربها في واحد تبقى بواحد، فهيتحرك ناحية اليمين، تمام، طول ما انا دايس ناحية اليمين. لكن لو دوست ليفت ارو او ايه بتبقى بنيجاتيف واحد، فنيجاتيف 1 في 1 بنيجاتيف 1، فتتحرك ناحية الشمال، تمام. نجرب. تمام، انا دلوقتي بدوس ايه يمين وشمال، بس هو ايه تمام بيتحرك يمين وشمال، بس هو سريع طبعا زي ما انتوا واخدين بالكم. فايه ممكن نتحكم في موضوع السبيد ده. نيجي هنعمل variable اسمه speed، ممكن نخليه مثلا ب3. وزي ما عملنا هنا بقى، اعتقد فهمتوا النقطة دي. مثلا اتحركت ناحية اليمين فدي هتبقى ب1 ودي ب1 طبعا، ف1 في 1 ب1. مثلا دي ب3 اهي، ف3 في 1 ب3، فهنتحرك بسرعة 3 هنا، او 3 يونتس بير فريم يعني. تمام، لو ملاحظين برضو السبيد قلت، ممكن طبعا ايه نتحكم فيها. فكده احنا بنتحرك زي ما احنا عايزين، بالسبيد اللي احنا عايزينها، ونقدر نتحكم فيها. بس زي ما احنا قلنا ان الابديت فانكشن دي بيحصل لها كولينج افري فريم. فطبعا من البي سي ممكن الموضوع ده يختلف، انت الفريمز عندك اعلى من عندي، فده بيحصل مشاكل في البرفورمانس وكده يعني. لو الموضوع اكبر من كده فبنستخدم التايم بدل الفريمز، لان التايم ثابت عندنا كلنا كده كده. فبنستخدم كلاس اسمه تايم، تمام، دلتا تايم. ده هيخليه يحصل update every second مش every frame، فده efficient اكتر يعني. تمام، هو أبطأ دلوقتي. ممكن نتحكم في السبيد بقى، ممكن نخليها 10 بقى أسرع، تمام. فاحنا كده قدرنا نخليه يتحرك وزي ما احنا عايزين بالسبيد اللي احنا عايزينها، باستخدام طبعا الأروز وكده. فمثلا دلوقتي احنا عايزينه يجمب، فنتأكد قبل ما نعمل أي حاجة إن احنا حاطين الكومبوننت اللي اسمه rigid body، تمام، يعني عشان نستخدم الجرافيتي وكده. وهنيجي هنا نعمل variable private rigid body، ونسميه player rigid body، تمام. لأن زي ما احنا قلنا إن احنا اللي حاطين الكومبوننت ده، أنا حاطه قبل ما ابتدي. عكس الترانسفورم، انت هتعمل كرييت لأي حاجة هتلاقي الترانسفورم موجود عليها، لكن الريجيد بودي انت بتحطها بنفسك، فمش هتلاقيها زي ما هتلاقي الترانسفورم كده. لازم تعملها جيت كومبوننت، تمام. في فانكشن اسمها جيت كومبوننت اهي عشان نقدر نستخدمها قدام. فاحنا عايزين نستخدمها في ايه؟ هنشوف دلوقتي. احنا مثلا لو عايزين نجمب، فاحنا ايه اللوجيك بتاعنا؟ لو اليوزر داس على الكي المعين حركه في الاتجاه المعين، تمام. فاحنا كده محتاجين if condition، if input، نفس الانبوت اللي استخدمناه بس المرة دي get key down، تمام. الكي كود بتاعه space، تمام. get key down ده اللي هو لما الكي بتاعنا ندوس عليه، تمام. يعني اول ما يدوس عليه يحصل الاوردر ده او الكود اللي احنا هنكتبه. هنستخدم بقى الريجيد بودي اللي عملنا له جيت كومبوننت اللي هو player rb دوت اد فورس. الفانكشن باينه من اسمها انك هتديله مثلا دفعه في الاتجاه اللي احنا هنحدده.
تمام. فاحنا بما اننا بنجump فاحنا اكيد عايزين الاتجاه اللي هنحدده، بدل ما كاتبين هنا فيكتور رايت هنكتب اكيد اب. تمام. في حاجة اسمها بقى الفورس مود. تمام. في بقى ايه اكسلريشن وفي فيلوسيتي وفي امبولس. تمام. اكسلريشن احنا اكيد مش بننط باكسلريشن، يعني لما حد بينط مش بيتسارع في الهواء وهو بينط. تمام. فهي امبولس دي ان هي حاجه بترتد او كده، فهي اشبه حاجه للجامب وكده فهنستخدمها. تمام. هو هنا جايب ايرور عشان احنا بنستخدم 2D، فالمفروض نكتب له 2D. وزي ما عملنا هنا بالظبط ضربناها في السبيد عشان نتحكم في سرعتها، فاحنا المفروض نضربها في الجامب مثلا فورس او الجامب باور. تمام. ده هيبقى variable احنا هنعمله يعني. ممكن نخليه ب3 برضه عشان نقدر نتحكم في مقدار الجامب بتاعنا كده. تمام. هو بينط نطة ضعيفة فممكن نزود الجامب فورس، نخليها 10. تمام. احسن. تمام. بس في مشكلة دلوقتي ان انا لو دوست مرتين او فضلت ادوس زي ما انتوا شايفين هيفضل يجامب، وده طبعا مش احسن اوبشن تديلي اليوزر يعني. فاحنا عايزين نفكر في حاجة في الكود نكتبها ان هو طول ما هو في الهواء ما يقدرش يدوس جامب تاني. تمام. يعني بمعنى تاني ان انا طول ما انا مش لامس الجراوند يعني restrict اليوزر من انه يدوس على السبيس. فلو حبينا نعمل كده فاكيد هنستخدم boolean variable. تمام. هنسميه is on ground وخليه بترو. تمام. لان هو كده كده في اول اللعبة بيبقى على الارض. هنيجي هنا اول ما بيدوس سبيس اديله فورس عشان ينط، فهو دلوقتي طالما نط فهو اكيد مش على الارض. تمام. فايز اون جراوند اكيد هتبقى بفولس. كده احنا عملنا ايه؟ عملنا variable ان طول ما هو على الارض بترو، او في اول الجيم هو بترو، فاول ما بيجمب بقى في الهواء بقى بفولس. تمام. فدلوقتي ده معناه ان هو مفيش حاجة ترجعه ترو تاني. حتى نتأكد. تمام. ان هو مش هينط غير مرة واحدة لان الفاريبل ده هيفضل بفولس. احنا نسينا نعمل حاجة مهمة، ان احنا نحط الكونديشن بتاعنا هنا and is on ground يبقى بترو. تمام. اللي هو طالما ده سبيس، ومش بس كده لازم يبقى على الارض عشان يقدر ينط. فهيجي في اول مرة هيدخل الكونديشن ده هيدوس سبيس and is on ground بترو. تمام. هيخش هيقوم عامل اد فورس، البلاير هينط ويخليها بفولس. هتدوس تاني سبيس هتبقى دي بفولس، فمش هينط تاني. تعالى بس نخلي دي برقم اكبر شوية. فالمفروض ما ينطش غير نطة واحدة دلوقتي، وهنتأكد دلوقتي وهنشوف هنحل الموضوع ده ازاي. هو طبعا منطش غير النطة الصغيرة دي عشان الفاليوز دي ما تظبطتش. تمام. مش عايز ينط غير نطة واحدة والبوليان فاريبل بتاعنا هو فولس. ممكن نعمل كده. تمام. بعد ما بننط ونلمس الارض بيبقى بفولس تاني فما بنقدرش ننط. فاحنا عشان نحل المشكلة دي
هنستخدم فانكشن اسمها on collision enter. تمام. دي طبعا الفانكشن دي لما لازم طبعا يكون حاطين بوكس كولايدر او اي كولايدر على البلاير بتاعه. تمام. عشان لما يلمس الارض on collision هيحصل اللي احنا عايزينه هنا في اللي هنكتبه. تمام. فهنكتب او تعالى نقول احنا هنكتب ايه الفكرة بتاعنا او ايه اللوجيك اصلا. احنا عايزين لو البلاير لمس الارض نخلي is on ground دي بترو عشان يقدر ينط تاني، وطول ما احنا في الهوا ما يقدرش ينط. فمحتاجين if condition طبعا. collision ده اللي هو الجيم اوبجكت بتاعنا. تمام. ايه معنى اللي انا كتبته ده؟ لا، بمعنى if لو الجيم اوبجكت بتاعنا عمل collision مع حاجة التاج بتاعها ground. طب ايه التاج ده اصلا؟ التاج ده احنا بنقدر حاجة زي مسمى او ليبل لحاجة معينة. يعني مثلا انا دوست مثلا هنا على 3D وعايز اديها تاج معين، فبديها تاج. باجي على الجراوند، انا مدي كل الجراوند اللي هنا تاج اسمه جراوند. فالكونديشن ده بيكمبير التاج بتاع البلاير بالجيم اوبجكت اللي هو عمل معاه كولايد. لو طلع جراوند هينفذ الكلام ده، لو اي تاج تاني مش هينفذ الكلام ده. ففي الحالة دي البلاير هيجمب، دي هتبقى بفولس. ثانية واحدة، دي هتبقى بفولس. هيلمس الارض تاني، هيكمبير لو لقى التاج بتاع الارض بجراوند هيرجع ده ترو تاني فنقدر ننط. تمام. فلو بصينا هو بيتحرك. تمام. بيجمب، قدرنا نجمب تاني، ولو بصينا هنا هنلاقيه بيرجع ترو. لكن لو جربنا ننط كذا مرة في الهواء مش هينفع، هو بينط بس لما بنلمس الجراوند. فبس هو ده كل اللي احنا بنتكلم عليه.